اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنراجع الساعه الاس 9 الترا من كونكت مي. خلينا اول حاجه نتكلم عن محتويات العلبه ومواصفات الساعه. طبعا مش هيبقى انبوكسنج لان انا عملت الانبوكسنج في الريل، هتلاقيه ظاهر في الجنب، بس انا هشرح لك كل الحاجات اللي بتيجي معاها. طبعا احنا اتكلمنا عن الثلاثه سيريس اللي قبل كده، البلس الاكس 9 بلس الترا وال9 الترا العاديه. ده السيريس الاخير اللي هي بتيجي بحوالي ب 700 او 800 جنيه. طيب اول حاجه الحاجات اللي هم كاتبينها على العلبه من بره، بيقول لك ان هي اي بي اكس، ودي حقيقه انا فعلا جربت الساعه وهظهر لك في الريل جزء منها كنت اثناء الوضوء، ان الميه الساعه بيجي عليها ميه عادي، فهي اي بي اكس ووتر بروف مضاده لرذاذ الميه، وبتقيس الهارت ريت واللوكال ريكورد، يعني ممكن تسجل من خلالها خلال الساعه دايركت مباشره. وحتى انا هوريك التسجيل ازاي، بس طبعا يا ريت تستخدمه في الايه، في الخير، يعني ما تستخدموش في حاجه تكون يعني ايه مش تمام. طيب وبيقول لك ان الشاشه بتاعتها الشاشه بتيجي اميلود. ده بالنسبه للعلبه ومحتوياتها. انا بصراحه انا عشان بحب اللون الاسود، فانا ميال قوي للساعه دي عن بقيه الساعات التانية، لان جاي معاها الاستراب الاسود ده مخلي شكل الساعه فخم قوي، شكلها شيك قوي 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 بالشكل ده. طيب وبيجي معاها ايه تاني؟ بيجي معاها الاستراب الاوف وايت، عشان لو انت يعني محتاج تغير وتلبس استراب تاني جديد فبيجي معاها استراب تاني. فانا بحترمهم الناس بتاعت كونكت مي دي بصراحه، لان هم بيحطوا 2 استراب، يعني ما بيخلينيش ادوخ بقعد ادور على استراب وادفع اوفر كوست واشتري بقى وادفع فلوس تانية والكلام ده كله عشان خاطر اجيب الاستراب. من الحاجات التانية اللي بحترمهم عشانها هم حاجتين تانيين. اول حاجه فيهم ان هي بتيجي بسكرين عشان تحمي الشاشه من الخدش، الشاشه بتاعت الساعه من الخدش، بدل برضو ما اقعد ادور او ان اشوف ماشينز اهي هي جوه العلبه جوه الكيس بتاعها، اشوف ماشين بقى بتقطع سكرين عشان اشتري سكرين بالدايمنشن اللي تخلي الساعه بتاعتي ما تخدش الشاشه بتاعتها. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه اللي بحترمهم عشانها جدا، ودي يمكن حتى موجوده في كل الساعات بتاعتهم، الجزء الخاص بالورنتي، ان هي ساعه تشاينيز انت النهارده رقيتها ان هي تبقى براند نيم. الساعه دي معاها كارت ضمان، يعني لو حصل حاجه انا مش مجرد بقعد 14 يوم واطلع اروح للوكيل وما الاقيش حد يصينها، لا انا بروح للوكيل بتاعها كونكت مي، بديله ورقه الضمان، ولو هي طبعا فيها سوء استخدام طبعا بتتحمل العميل تكلفتها، لكن لو هي سوء صناعه بيبدلها لك عادي او بيصلحها لك على حسب التقرير بتاع الوكيل نفسه. طيب خلينا نتكلم بقى عن مواصفات الساعه، عشان بس مركب الاستراب بالمتشقلب من فرحتي باللون الاسود، بس فركبت الاستراب بالمتشقلب. الشاشه بتيجي بسكرين اموليد. بص الانترفيس بتاعها شويه ممكن يكون يعني مش غني كفايه بالشكل اللي الواحد يعني بيبقى عايزه، لكن هي لطيفه. مجرد ما فيها اختصارات، الزرار بتاعتها بتيجي باختصارات، الزرار في الجنب ده بيدخلك على السيت منيو بتاعتها، على المنيو، وده بيقفل السكرين ويفتحها. ما فيهاش طبعا زي الساعات التانية الاكس بلس الترا ان انت تريز الساعه لما الساعه مجرد ترفعها كده تشتغل او تنزلها تفصل، هو مخلي لك لوك في الجنب. يعني دي زي ما قلنا دي سعرها رينج 800 جنيه، مش زي الثانيه كانت ب 1900 جنيه او سوري 1600 جنيه تقريبا. تمام، بتسوايب، كل بتسوايب بيغير لك الواتش فيسز سواء يمين او شمال. الرسائل بتيجي طبعا بتدعم اللغه العربيه وبتدعم المكالمات من خلال الساعه، ممكن ترد من خلال الساعه. طيب لو فتحنا السيتنج بيديك البلوتوث والفلاش لو انت عايز تشغل الفلاش بتاع الساعه. هنا البرايتنس بدائي شويه بس لطيف مش وحش، وهنا السبورتس مود، الووكينج والراننج والبايك والكلام ده كله. طيب ايه تاني موجود اهو يا سيدي؟ عندك الميوزك، تقدر تتحكم فقط، مش تشغل الميديا من خلال الساعه زي نظرتها من الاكس 9 بلس الترا، انك ممكن تتحكم تقدم المزيكا او تاخرها او تجريها، ده كله من خلال الساعه، لكن ما تسمعش ميديا من خلال الساعه. طيب خلينا نشوف بقى المميزات بتاعتها من جوه. هي ترد على المكالمات، فيها كونتاكتس، فيها ان هي تديك نوتيفيكيشن لما تيجي تعمل اي عمليه اتصال، الرسائل، السبورتس مود، وبتفكرك بتنبهك لو انت قاعد فتره طويله ان انت لازم تقوم تتحرك، وبتتحكم في الكاميرا من خلال الساعه والميوزك من خلال الساعه. طيب المنبه، انا بصراحه عجبني موضوع الالارم ده، انك ممكن تضيف الارم من خلال الموبايل، مش من خلال الساعه بقى زي الساعات التانية، لا من خلال الموبايل، وهينبهك من خلال الساعه برضو، يعني يديك نوتيفيكيشن زي نوتيفيكيشن المكالمات، نوتيفيكيشن الرسائل، هيديك نوتيفيكيشن يقول لك ان انت ظابط منبه. طيب ايه تاني غير البرايتنس؟ الفلاش والميموري وفي جيمز بيسبورت واتساب مباشره والفيسبوك مباشره من خلال الساعه، يعني يقدر تشوف النوتيفيكيشن من خلال الساعه دايركت، وحتى عمل لك اللوجو بتاع الفيسبوك. والجيمز فيها لعبه كده لطيفه، فلاشات دي انا برضو بحب الالعاب الفلاش دي، وتويتر، يعني حاطط لك شويه مزايا مهمه جدا. طيب خلينا نتكلم بقى في المفيد. الفريم بتاعها معدني قوي، يعني قابل للصدمات، يستحمل الصدمات شويه، طبعا ما تكسرهاش، بس هي ايه، الفريم بتاعها معدني، عاجبني جدا الشكل الاسود، شكله شيك جدا. طيب الساعه بتقعد وقت قد ايه؟ بتقعد معاك حوالي
8 ايام او 10 ايام او اكتر. الشاشه بتاعتها اموليد، شايفها لطيفه جدا. انا اللي احتاجه من ساعه لو انا مش مهتم بسنسورز، مش مهتم بتفاصيل وابس كتيره جدا زي الساعات الالترا او الساعات الناين الثانيه، فانا بالنسبه لي بترد على المكالمات، بترد على الرسائل، اقدر اشوف منها النوتيفيكيشن باللغه العربيه واضحه، بتدي نوتيفيكيشن سواء للرسائل او المكالمات او المنبه، فيها آلة حاسبه، فيها جيم بسيط. فانا بالنسبه لي لطيفه جدا بسعر ال 700 جنيه او 800 جنيه. والسبورتس مود بتاعتها ما بتديكش، ما بتكونش اكيوريت قوي زي ما قلنا قبل كده، عشان السنسورز اللي فيها ما بتبقاش بتكلفه عاليه عشان يعرف يوفر لك الساعه بالسعر ده. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك وشير عشان خاطر تشوف الفيديوهات الجايه. باي باي.